السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه الحلقه اللي غتكون هي الجزء الثاني من هذه الحلقه. من الحلقه اللي فاتت هضرت لكم على الطحانه العاديه والاوتوماتيكيه، كيفاش تخدموا بهم، وقلت لكم في الاول بلي غنوريكم كيفاش تريكلوا الطحانه ديالكم، ولكن حيت الفيديو طويل داكشي علاش درتو اجزاء. واللي بغى يفهم هذا الفيديو ضروري خاصو يشوف الفيديو اللي فات، حيت هضرت لكم على بزاف ديال الحوايج. تفرجوا فيه ومن بعدها تفرجوا في هذا الفيديو ديال ريكلاج ديال الطحانه. نخليكم مع هذا الانترو ومن بعد نبداو الدرس ديالنا. دابا غادي نبدا معكم الدرس. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا هي علاش خاصكم تريكلوا الطحانه. بعض المرات كتكون طحانه جديده، وبعض المرات كتكون القهوه هي جديده، وشي مرات كيكونوا شي وحدين اللي ما عارفينش يريكلوا الطحانه ديالهم. كاين شي حوايج كيوقعوا يعني كيوقعوا بزاف بالنسبه لهذا الشيء، ولكن اللي مهم هو ان الطحانه خاصها تقاد وتريكل مزيان. اذا كيفاش غادي نقاد، كيفاش نعرفوا باللي راه داير داك الريكلاج ديال الطحانه، وكيفاش كدور هذيك يعني كيفاش كدور ديك الريكلاج ديال الطحانه وما كتبقاش في بلاصتها وما كيبقاش مريقل مزيان. ملي كتصاوب القهوه ديالك اما كتخرج لك بشويه يعني ثقيله بزاف، اما كتنزل بالزربه كتكون خفيفه وما كتكونش زوينه. في كلتا الحالتين الا بان لكم انها كتنزل بشويه كتعرف بلي ان القهوه رطبه ورقيقه، وإلا بانت لك انها كتنزل بالزربه وخفيفه يعني راه غليظه القهوه، يعني غليظه درتيها في واحد الريكلاج اللي غالط، غليظه وحارشه، يعني ماشي خاص بلا ماشين ديال الكافي. شنو خاصنا نديرو في كلتا الحالتين الا لقيناها بحال مثلا الا ما بغاتش تنزل القهوه شنو خاصنا نديرو في هذه الحاله؟ كاين هذا الفران هذا اللي غادي نوريكم. كاين عندنا هذا الفران هذا كنهبطوا هذا الفران بحال هكا كيهبط. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني دابا انا الا مشيت درت بحال هكذا راه ما غاديش يدور، يعني خاصنا حتى نهبطوه وعاد كندوروها هكذا على هذا الشكل هذا، يعني كندوروها بحال هكا عاد باش كدور. كيف ما شفتوا معايا عندنا داك الفران، يعني خاصك حتى تهبطو عاد باش كيدور. اما الا درتي بحال هكا يعني بقيتي كدور فيها هكا ما غاديش يدور، يعني خاصو ضروري يهبط عاد يدور. نشوف كيفاش كلشي واضح. كاينه واحد الجهه سميتها غروس وواحد الجهه سميتها فين. الماكينه الاوتوماتيك اللي كتكون فيها ديك فين، وكاينه اللي وديك غروس، وكاينه اللي ما كتكونش فيها. نتوما الا كانت عندكم القهوه ديالكم نزلات رقيقه وثقيله ديك الساعه تدور الجهه ديال الغروس، فاهمين؟ ملي كتكون القهوه خفيفه بزاف وغليظه وحرشه ديك الساعه كندوروها لجهه فين، يعني هنا كلشي واضح. دابا المشكل فين كاين؟ عرفتوا المشكل فيها ملي كتنزل القهوه، يعني كيفاش يعني كتكون كدور القهوه ملي كتكون رطبه ولا حرشه، يعني فاهمين في هذه النقطه هذه. دابا ملي كدور كيكون عندك كتكون عندك طحانه اوتوماتيك، عندك دوك النقشات اللي وريتكم، فاهمين؟ كاين 6 7 8 9 حتى من 1 حتى ل9، من 1 حتى ل9 على حسب النقشه، يعني اللي حيت كيكونوا فيها الارقام. الا كانوا فيها الارقام راه غديرها ما بين 6 او 7 او لا 7 باش هذه خاصه يعني بلا ماشين ديال القهوه ديال البريسه. ملي بغيتي الا كنتي بغيتيها حرشه وغطحنها على حسب يعني داك الكليان الا كان غيدي القهوه غيديها للدار معاه، راه يعني كتريكل ديك الطحانه وكديرها في 5 أو 6 باش كتكون حرشه. كتدور ديك النقشه، يعني ماشي تدور بزاف، كتدور غير نقشه بنقشه باش كتنزل القهوه مزيانه. اما دابا غادي ندوزو الطحانه العاديه. مثلا جيتي في الصباح
وملي جيتي في الصباح لقيتي القهوه هنا، فهمتوا؟ يعني لقيتي القهوه هنا، شنو خاصك دير؟ يعني خاصك تحيد هاد القهوه كامله، يعني تحيد القهوه كامله من هنا، فاهمين؟ عاد باش تريقل هذيك الطحانه وهاد القهوه اللي حيدتي كتريقل الطحانه ديالك وكطحن شويه بشويه في القهوه، يعني كطحنها غير شويه هنايا في البورت فلتر، فاهمين؟ ديال البورت فلتر ديال واحد. من بعد وكتحيد القهوه الاولى، ديك القهوه الاولى اللي كانت هنا كتحيدها وكطحن القهوه الثانيه اللي درتيها جديده، اللي غير قلتي عليها القهوه، فهمتوا؟ فاهمين؟ وعاد كتجربها، يعني كتجربها في لا ماشين ديالك، هي اللي غير قلتي عليها ديك الطحانه ديالك. نتمنى ان يكون هذا الشيء واضح. اوكي، دابا واحد الحاجه، ملي كتبغي تجي للخدمه الصباح مثلا اولا العشيه، اول حاجه خاصك ديرها هي من بعد ما تكون بريصه واجده، يعني ضروري خاصها تكون سخونه البريصه ديالك، كتصاوب قهوه باش تيستيها. ضروري خاصك تيستي القهوه ديالك في الاول، حيت في الاول ما كتخرجش زوينه، في الاول كتخرج يعني كتخرج خفيفه بزاف 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 بحال موس بلونج كتخرج. فلذلك خاصك ضروري خاصك تيستيها وتشوف كيفاش نازله، باش الا كانت مزيانه راه سا مارش، والا كانت ماشي هي هذه كتقاد الطحانه ديالك في الريكلاج وفي كلشي. حيت ضروري خاصكم ديروها، يعني ديروا هذا الشيء فاش كتكون في وقت، فاش كتكون مثلا في وقت الخدمه مثلا في الصباح او مور الظهر كتكون قضيه شويه خاويه، اما في العشيه كتكون عامره وكيجيوك بزاف ديال الكليان بغاو انا يعني ما كانتش مريقله، وحتى ساليتي الشغل ديالك وعاد عرفتي بلي ان الطحانه راه ما مريقلاش، تما تحصل اما اتخرج، اما تخرج يعني قهوه زوينه، اما غتخرج ماشي هي هذيك. وحنا ما بغيناش هذيك، يعني ما بغيناش انك تخرج لنا قهوه يعني ماشي هي هذيك. والحل هو انك خاصك تحبس الخدمه، تحبس يعني ما تخرج حتى شي قهوه باش تقاد طحانه، يعني على خاطرك تقادها في الريكلاج وفي كل شيء، باش ما تحطش في واحد الموقف اللي حارش، فهمتوا؟ ما تحطش في واحد الموقف اللي ماشي اللي خايب. هاد يعني فاش كتدخل الخدمه يعني خاصك تقاد، يعني اول يعني خاصك الحل ديالو هو انك في الاول تجي تقاد يعني القهوه ديالك ولا ديال شي واحد اللي معاك في الخدمه هو اللي تصايب ليه القهوه. هو ان القهوه ديالك يعني خاصك تصاوبها باش تيستيها، ضروري فاش تجي او صباح او عشيه تيستي القهوه ديالك باش تشوفها واش نازله خفيفه ولا ثقيله، باش تعرف شنو غادي دير. يعني موراها عاد كتخرج ملي كتريقل الطحانه ديالك عاد كتخرج مزيانه وتشوفها كيفاش نازله. يعني كنظن ان كلشي باين وواضح. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم اللي هو الجزء الثاني في هذه الحلقه. حاولت ما امكن انني نشرح لكم مزيان وكلشي يكون سهل وواضح. بغيتكم كلكم انكم في هذه الحلقات اللي كندير، وكنتمنى يعجبكم هذا الشيء وتشجعوني اكثر باش نحط فيديوهات على هذا الشيء. ديروا لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام.